ازيكم عاملين ايه النهارده؟ لو عندكم مشكله في قصه انه الخيط مش عارفين تدخله في ابره التنظيف. تمام، شايفين الابره المكان بتاعها صغير قوي والخيط بيبقى تخين، يعني عندي المقاس ده وعندي المقاس الاتخن شويه كمان. فلو جيت ادخله ممكن يدخل بس كتير بيغلبني. يعني انا اجي ادخله دلوقتي. طيب نحاول تاني. انا ببرمه بايدي. هيدخل اهو. تمام. طيب ليه بقى العذاب ده كله؟ طب لو جيت ادخل الخيط التخين شويه، حتى لو برمته، بصوا اللي بيحصل، بيفرق الخيط عن بعضه. الخيط بيتفرق عن بعضه. يبقى هنبتدي نعمل ايه؟ تركاية بسيطة جدا جدا. اي ورقة، اي مقاس عندك، هنبتدي نتنيها نصين. تمام. وهبتدي ادخل فيها الخيط بتاعي. احنا هنبتدي بالخيط الرفيع ونشوف هتعمل نتيجة ولا لا. وهجيب اول طرف الخيط كده. تمام. يا دوبك يبقى طالع كده. وابتدي ادخل الخيط ده في ابرة التنظيف بالورقة. تمام. وابتدي امسك طرف الخيط واشيل الورقة خالص. دخل معايا بمنتهى السهولة، ما خدش مني لا وقت ولا مجهود. تعالوا نجرب بالخيط اللي هو الأتخن اللي جينا ندخله اتعذبنا واتقطع 100 حتة. هنحط الخيط جوه الورقة، الطرف بس ده كده يبقى باين بحيث ان انا اعرف اسحبه بايدي. اجيب ابرة التنظيف، ادخل الورقة فيها، ابتدي اسحب الخيط اللي معايا بكل سهولة. دخل، ولا اتعذبت وعيني باظت وفضلت وقت واتقدرت وجالي اكتئاب بسبب ان انا مش عارفه ادخل الخيط في الابره. الموضوع سهل جدا وسريع جدا ومش هياخد منكم وقت. هي الفكره كلها في حته الورقه دي. هتعملوها تتنوها كده، هتتنوها بزاويه. المهم ان انا اعرف ادخل الورقه دي في الابره هنا، بس. وده كده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والتركايه دي تفرق معاكم وتساعدكم جدا في الشغل. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.